ايه بس بيحبك عارف ان انا بحبك صح؟ ماشي، وانا بحبك انا بحبك قوي. وانا بحبك والله. تخيل انك ممكن تبوس ايد شخص كل ميزته عنك ان وشه بيطلع في التلفزيون. مؤخرا بقينا نشوف مشاهد غريبه، شاب بيرمي نفسه قدام عربيه فنان زي احمد العوضي ويعيط بحرقه، وبنت بتنهار وتقول لمطرب زي تامر حسني ابوس ايدك وقف. لا ثانيه واحده، ابوس ايدك ليه؟ هو هيحرر القدس ولا اكتشف علاج للسرطان واحنا مش عارفين؟ يا عزيزي المشاهد اللي بتعمل كده، مش كل الناس طبعا بتعمل كده. الفنان اللي انت هتموت وتلمس صاج عربيته هو في الاخر بني ادم زيه زيك والله، يعني مش كائن فضائي نازل يوزع بركه. انا فاهمه انك بتحبه او متاثر بفنه، بس في شعره رفيعه جدا بين التقدير والتقديس. فكره انك تعيط وتترجى وتوطي علشان حد يبصلك او ياخد معاك سيلفي دي مش حب، ده اسمه هوس. الفنان ده شغلته انه يمثل، يعني دي وظيفته، بياخد عليها ملايين عشان يرفع عنك، مش علشان تعبده وتقدسه. تخيل لو دكتور أنقذ حياة مريض، هل بنشوف حد بيترمي تحت عربيته؟ لا، بنقول له شكرا وخلاص. المشكلة مش بتكون في الفنان في الآخر بيبقى قاعد في عربيته المكيفة مش فاهم هو عمل ايه علشان يحصل كل ده، وممكن ينزل يطبطب عليك علشان الكاميرات أو علشان هو فعلا طيب، بس في الآخر هو هيروح بيته وانت هتروح بكرامتك اللي اتختشت. حبوا الفنانين براحتكم واتفرجوا على مسلسلاتهم، بس بالله عليكم خلي كرامتكم أغلى من أي فنان، لأن ببساطة مفيش بشر يستاهل إن بشر تاني يبوس إيده عشان مجرد إنه مشهور. أو يمكن أنا اللي قلبي قاسي، مش عارف. سلام.